بالنسبه للديبيستاج، كاين واحد العلامات ديال الانذار المبكر اللي غادي يقدروا يبانوا لنا ابتداء من 12 شهر. وشنو هما هاد العلامات اسماعيل؟ 12 شهر ما غيهضرش معاك بلا جيست وبالبوانتاج بحال اللي كيديروا الدراري في لاج ديالو، ونقدروا نشوفوها حتى في 18 شهر ما ينطقش بالكلمات ديالو، وفي 24 شهر ما غاديش يقد يركب حتى جمله بسيطه. وإلا لاحظتوا في 24 شهر غادي تديوه عند الطبيب ديالكم اللي غادي يدير ليه الفحوصات اللازمه. الا شفتوا الاعراض في 12 شهر خاصكم ولا بد ديو عند طبيب الاسره ديالكم ولا لو بيدياتر ديالو باش يعطيه واحد لو كيسيونير اللي كيتسمى لو ام شات اللي غادي يعمروه لي بارون باش نقدروا من بعد نديروا التشخيص. بالنسبه للدواء ما كاينش شي حاجه اللي غادي تحيد لنا لوتيزم، حيت كيف قلنا ماشي مرض، وانما خاصنا ندمجوه معنا كفرد في المجتمع، وخاصنا نتبعوا واحد البروتوكول العلاجي اللي كيضم لورتوفونيست، لي بسيكوموتريسيان، لي زيدوكاتور، لي زافي اس، لي بيدوبسيكياتر، واهم حاجه لا نيتريسيون والسبور اللي كتلعب واحد الدور مهم بالنسبه للتوحدي. اسمعي غادي ما هضرتش لينا على الاهميه ديال الرياضه عند الاشخاص اللي عندهم توحد. بارك الله. ايوا غادي نفكرك انا. هنا جيت. اهميه الرياضه بالنسبه للاطفال التوحد انه كيعاون ويخوي لينيرجي نيجاتيف، وتحسن الدوره الدمويه، وتحسن من المزاج ديالو لانه كيفرز سيروتونين اللي هو هرمون السعاده، وما كيبقاش حركي بزاف اجيتي.